سلام، مساء الخير عليكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم نكمل لكم في سلسلة وصفات الدخول المدرسي. جبت لكم كيكة الموز او بانانا كيك، الوصفة اللي لازم ديروها لولادكم هي لو كان مرة في الاسبوع. فيها بزاف مكونات بصح بزاف بنينة. اول حاجة نبداو بها اللي هي نجيبو زوج بنانات، نكرازيهم مليح بالفرشيطة كما راكم تشوفوا حتى يوليو عصيدة. هكذا نزيدو عليهم حبة تاع بيض، ونزيدو عليهم 40 غرام تاع السكر بني، تقدروا ديروا السكر العادي. نخلطو مليح، بعدا نزيدو عليها شويه تاع لافاني، ونزيدو 110 غرامات تاع بودره اللوز، ونخلطو كما راكم تشوفوا. ونزيدو باكي تاع خميره الحلوى كما راكم تشوفوا، نغربلوه هكذا ونخلطو. بعدها نزيدو 110 غرامات تاع فارينه ونخلطو مليح، راح يتقل معنا الخليط. مهم كما قلت لكم هذا الكيك فيه بزاف مكونات بصح ما راحش تندموا. من الاحسن كما نقولوا يتكل هو جديد اصلا، ما راحش يقعد من شكل من كثره ما هو بنين. بعدها نزيدو 45 غرام تاع حليب، 45 غرام تاع حليب ونخلطو مليح. نزيدو 120 غرام تاع شوكولا سوداء مقطعه، انا درتها خشينه باش نحس الذوق تاعها في فمي. بعدها نحطوا الخليط تاعنا في المول اللي ما يكونش راح ندهنوه. ماما قعدت مورايا دهنيه بالك يسقلك، دهنيه دهنته بشويه تاع الزيت. بعد ما نحطه في المول بالطريقه هذه، نقسم بنانه ونحطها من فوق كما راكم تشوفوا. نزيدوا شويه تاع المكسرات ونحطو يطيب. يطيب على 180 درجه. انا كما لقيتو طاب سمح حمار طفيت عليه ورديته من فوق شويه، وهذا هو الشكل تاعو بعد ما طاب. يجي بزاف بنين بزاف، يعني لازم تجربوه كما قلت لكم لو كان مره واحده في الاسبوع لولادكم.